عن التشيع في الجزائر. نعم. تقول وأنت جئت قبل أيام من زيارة إلى إيران والعراق. لا زرت العراق. لم أزر إيران. طيب. نعم. أعظم إنجاز حققته، وهذا الكلام لك، نعم، على الصعيد العقد الإيماني، وأنا نعم، أزور العراق وقبله إيران، نعم، هو تشرفي وتبركي بزيارة الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. نعم. وفي مشهد دعوت الله أمام باب الحوائج، نعم. الإمام الرضا سلام الله عليه أن يشفيني من حكة خبيثة. نعم. حفرت بصدري طابعا نعم. من القروح والجروح. نعم. واستعصت على الأطباء. نعم. فشفيت منها مباشرة بعد رجوعي إلى النزل. نعم. في طهران. نعم. طهران يعني زرت إيران. إيه هذا قبل في 2011. لماذا أنكرت؟ قلت ما زرت وما طهران. بقي منها إلا يا رجل افهم اللغة يا رجل. دقيقة. وما بقي منها إلا أثر أسود زال بعد رجوعي إلى الجزائر. نعم. أنا عندما أقرأ هذا الكلام ماذا أقول عن السيد صادق؟ وش تقول؟ أقول بأنك تنشر لمذهب التشيع في الجزائر. هل قلت أنا قلت أفضل شيء؟ أنا أعطيك القرآن، تؤمن بالقرآن أنت أو لا تؤمن بالقرآن؟ تؤمن به؟ القرآن أحمله في صدري. تحمله في صدرك. ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. اكمل الآية. اكمل الآية. لا تحفظ القرآن. أحفظ القرآن أفضل منك. اكمل الآية. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من نعم. يقصد؟ أنا أعلمك القرآن وشرحه. يا رجل إليهم من يقصد؟ إذا عندك علم إليهم هم أهل التوحيد. إليهم أهل التوحيد يا رجل من ذريتي. إذا عندك علم التوحيد إن الله اصطفى. أهل نبوة وأهل اسمع لي يا رجل أنت لا علم لك. أنت اليوم تخلط في المسائل. أنت اليوم سألك عن مسألة لماذا تدفع عن الجواب؟ طيب. سألك قال لك هذا رجل لا علم له. يعني تأتون أنت ذهبت إلى القبور ودعوت أهل القبور وتقول شفي. لماذا تفر من الآية؟ طيب. لماذا تفر؟ لماذا قال أنت تنشر التشيع، تكتب بقلمك دفاع عن الأخ الكريم. أنت جئتنا لإدانة أم لنقاش؟ لا وأنت أيضا لا تستعمل بأنه بلا علم وكذا، والشيخ حمداش أيضا لا تهاجمه بلا مبرر. سيدنا إبراهيم أنا أبرر لك ما قلت. سيدنا إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إذا كان سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت، الرسول صلى الله عليه وآله الذي يقول الله عن ذريته في القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ألا يكونوا مباركين في أي مكان؟ أنت قصدت أهل القبور. أهل القبور. أنتم تقيمون في دول أخرى عيد الجناظرة، تقيمون التوحيد ملة الرسل، الرقية الشرعية، تخلون بالنساء. بالله عليه بني أنت لا علم لك يا رجل. أنت لا تعرف توحيد أصلا. أنت لا تعرف توحيد. أنا أعدك لا أناقشك. أنت طلبت الشفاء من أهل القبور. وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي في كتابه السنن يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أنت اليوم تأتي بالآيات وتضرب بعضها بعضا. سألك سؤال لا تفر. أنت ذهبت إلى العراق. أنت ذهبت إلى العراق وجلست عند هؤلاء وتقربت إليهم وتعلقت ذرية الرسول يا عدو الرسول. أنت ذرية الرسول. نحن أنصار الرسول ذريته. أنت في الصلاة تقول اللهم صل على محمد. أنتم تهدمون دينا اللهم صل وتحاربون ملة. طيب. أعلنت ولائي لبضعة المصطفى فدائي. أعلنت ولائي لبضعة المصطفى فدائي. من حسين راية تدرس فوق